اكل واخس ازاي يا دكتور؟ في الجسم ربنا خلق فيه عملية اسمها الاوتوفاجي. الاوتوفاجي دي يعني الجسم بياكل من نفسه. يعني ايه؟ يعني بيتغذى على الخلايا التالفة. الجسم بيبدأ ينظف زي المكنسة كده بالظبط، بينظف الخلايا السرطانية، بينظف الالتهابات، بيصلح المخ، الكبد. طب انا عشان اوصل لمرحله الاوتوفاجي دي يا دكتور اعمل ايه؟ اصوم، اتخطى وجبه، اتخطى وجبتين. الصيام الاسلامي، الصيام المتقطع. لو انت قعدت تاكل 5 وجبات في اليوم مش هتدي فرصة لجسمك أصلا يوصل لعملية الأوتوفاجي. يعني انت هتبقى طول الوقت مشغل معدتك وجسمك كله والدم كله رايح للمعدة عشان يهضم، انت مشغله في حتة تانية خالص، برغم من انك أصلا مش جعان. أنا أتحدى أي حد يكون بياكل 5 وجبات يكون في ال5 وجبات جعان، لا يمكن. أنا ليه أعمل كده؟ واوصل نفسي لمرحله المرض، السكر، الكوليسترول، الضغط، السمنه المفرطه، اوصل لمراحل اكتئاب، يحصل لي غمقان في الرقبه لما يزيد مقاومه الانسولين، يحصل حبوب شباب. ما ينفعش اكل 5 وجبات في اليوم. اي حد يقول اكل 5 وجبات في اليوم ده بيظلمك. ربنا ما قالش كده، ربنا قال لقيمات يقمن صلبك. يعني ايه؟ يعني انا اكل اللي يديني طاقه ان انا اعمل اعمالي اليوميه. في مننا بيشتغل وبيشقى قوي، طبعا سعراته الحراريه هتبقى غير اللي قاعد في البيت ما بيعملش اي مجهود ولا اي رياضه. في رياضيين كل واحد بحسب له السعرات الحراريه الخاصه بتاعته وبياكلها، كمان ما ينفعش ياكل قدها 3 4 5 مرات. ما ينفعش يقعد ياكل اكل واخس. المتابعين اتكلموا معايا في النقطه دي، قالوا لي يا دكتور احنا اكتر حاجه بتخلينا نبطل الرجيم ان احنا بنتحرم من الاكل، واحنا بنحب الاكل. بتحرم منه شويه عشان اخس 2-3 كيلو، بس انا مش قادر، هرجع اكل تاني. فانا عايز اكل واخس. فانا النهارده جايه اعرفك ازاي تاكلي وتخسي مع دكتور شيرين ابراهيم. تابعوني دايما على القناه واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل يوم مني فيديو جديد يفيدكم في الدايت بتاعكم ويحسن من صحتكم. طيب انا ازاي اكل واخس؟ ان انا انظم مواعيد اكلي، مواعيد نومي. اولا انا ما ينفعش اكل بالليل، يعني انا ما ينفعش افضل سهران من الساعه 12 بعد الفجر او للساعه 7 الصبح افضل اكل، لان الجسم ربنا خلقه بالليل للسكون، للنوم، للهدوء، اقلل التوتر. اولا هتلاقي نفسك بتاكل حاجات نون هيلثي فود، ده اكيد طبعا. تاني حاجة هتلخبط هرمونات الجريلين والليبتين، هرمونات الجوع والشبع. مش جسم متلخبط، انا مش عارف انا الصبح بالليل، طب اجوع، طب انام، طب اشبع، طب انت لخبطت ميكانيكية جسمك. ربنا ما خلقكش كده، ربنا خلقك الصبح تاكل لحد الساعة 8 توقف أكل، وبعدين من 8 للفجر نام، وبعدين اصحى تاني ابدأ بقى كل تاني. أنا عايزك تعمل صيام متقطع، ده هيخليك تاكل وتخس، وهتاكل اللي نفسك فيه كله. طبعا لازم يكون اكل صحي عشان صحتك، مش عشان تخس بس، عشان صحتك. دايما لازم تاكل البروتين بتاعك، لازم تاكل الخضار بتاعك، لازم تاكل الكارب المحسوب بتاعك. انا ما ينفعش اجيب طبقين رز هاكل وهخس. ازاي؟ هفهمك. انت لما تاكل 5 وجبات بتخلي الجروث هرمون في جسمك ينزل، فما بيديش اي فرصة لاي حرق دهون متخزنة. انا لازم اصوم اول حاجة، يعني 16 ساعة دي اقل حاجة خالص معاك، لحد يعني نبدأ ب 12 وبعدين 16 وبعدين لو انت قادر ممكن توصل ل 18، عشان تدي فرصة لايه؟ للاوتوفاجي تشتغل. على الاوتوفاجي دي اللي هي ايه؟ اللي هي العملية اللي بتحدث في جسمك، بتخلي الجسم ياكل الحاجات الضارة اللي جوه الجسم، ينظف نفسه، ياكل الخلايا السرطانية، يقلل الالتهابات، يظبط القلب، يظبط كل حاجة في جسمك، يحرق دهون. لازم اديله فرصة، اقل حاجة خالص 12 ساعة.
ل 14 ساعه. لازم الصيام، لازم الصيام المتقطع او صيام رمضان. انا هدفي ان الناس تعيش صح، تعيش لحد 90 سنه صح، ما يفضلش كل يوم بياخد حبايه الكوليسترول، يعني السكر. كل الحاجات دي انت ممكن تعالجها بالاكل بطريقه بسيطه جدا، ان انت بتنظم وقتك، بتدي فرصه لجسمك ان هو يحرق دهون، تديله وقت يجوع فيه. لازم جسمك يجوع. انا بقولكش الجوع بالثلاث ايام، انت هجوع 12 ساعه منهم 8 ساعات انت اوريدي اصلا نايم فيهم 8 ساعات، فهيبقى فاضل لك ايه؟ 9 10 11 12 4 ساعات. يعني لو صحيت 4 ساعات جوع كمان على نوم بالليل، هتكون جسمك منظف نفسه، منظف نفسه، يبدأ ينظف نفسه، تبقى صحتك احسن، تبدأ تقدر تحرق دهون، يبدأ الكبد يخلص منه الجلايكوجين ويبدأ يخش على حرق الدهون بقى. يبدأ الطاقة اللي انت عايزها لجسمك تبقى من الدهون المتخزنة جوه جسمك، فتبدأ تخس. هتاكل وتخس عن طريق ان انت توصل نفسك لحالة الكيتوزيس. حالة الكيتوزيس دي يعني الجسم حرق الدهون اللي موجودة في العضلات، وبعد كده حرق الدهون الموجودة في الكبد، خلاص بعد كده يخش بقى على ايه؟ الدهون المخزنه. وده ما بيحصلش قبل 12 ساعه من الصيام. لازم اصوم اقل حاجه 12 ساعه عشان الجسم يبدا ينظف نفسه ويوصل لمرحله حرق الدهون الحقيقيه المتخزنه جوه جسمه. لازم تتخطى وجبه، لازم احافظ على صحتي، لازم اجوع الخلايا عشان اوصل لحاله حرق الدهون. مش بس حرق الدهون، ده انت كمان مخك هيتحسن وظايفه، مصانع الطاقة هتتحسن في المخ. تاني حاجة القلب هيهدى، الضغط هيتظبط، الدهون هتتحرق، لان هرمونات الجوع والشبع الليبتين والجريلين هتتظبط معاك. الالتهابات الموجودة في الجسم هتقل. كمان بيعالج الخلايا السرطانية، بياكل في الخلايا السرطانية. يا جماعة موضوع الصيام المتقطع ده عامل زي السحر في جسمك، بيعالج كل حاجة باظت فيه خلال الأكل الكتير والدهون اللي متخزنة. كل ده بيجي الصيام بيعالج كل ده ويلم ويكنس ويخرج بره الجسم. لازم 12 ساعة صيام عشان كمان شهيتك تتظبط، يعني ما تفضلش حاسس بالجوع والشراهة طول الوقت. عمرك ما هتحس بالجوع والشراهة طول الوقت. وبعد ال 12 ساعة هتاكل أكلك الصحي اللي هو عبارة عن الكارب والبروتين والخضار بتاعك. بتجيب الطبق الصغير مش الطبق الكبير، بتحط نصه الخضار بتاعك، ان كان خضار سوتيه نص سوا، علشان يعني لما بتهري الخضار قوي بيزيد السكريات فيه، وانا مش عايزه السكر يزيد عشان مش عايزه الانسولين يعلى، لان لما الانسولين هيعلى الحرق هيقل. وبعد جالي حاله قالت لي انا يا دكتور ما اقدرش استغنى عن المنبهات. قلت لها طب ايه المشكله؟ ما انتي لو خدتي فنجان قهوه حطيتي عليه معلقه زيت جوز هند الصبح، هتديكي 100 سعر حراري بس، هتعلي الطاقة معاكي، هتنشط المخ، هتنشط الذاكرة، ممتازة جدا في ساعات الصيام المتقطع اللي اتكلمت عنها واتكلم عليها تاني. انتي بتصومي 12 ساعة، بتصومي 12 ساعة. في خلال 12 ساعة دول تقدري تاخدي فيهم الجنزبيل، القهوة بتاعتك، الشاي الأخضر، ينسون، نعناع، أي مشروبات سائلة من غير سكر. ممنوع المشروبات اللي بسكر، ممنوع ممنوع ممنوع. السكر ده بيتخزن في الدم وبيتحول لدهون في الجسم، لأنه بيعلي الأنسولين وبيخلي الجسم يبطل يحرق. ممنوع السكر. الأوتوفاج عشان تشتغل في الجسم اللي هي عملية تنظيف الجسم من الخلايا السرطانية، تنظيف الجسم من أي التهابات، المقشة اللي بنظف بيها جسمي. انا لازم طول الوقت اخلي جسمي في صحة جيدة. يعني مش مهم ان انا اخس قد ما مهم ان انا اعيش 90 سنة بصحة جيدة، ما يجيليش امراض ولا سكر ولا ضغط ولا كوليسترول ولا يبقى فيه كرش ولا يبقى فيه سمنة مفرطة ولا الاقي نفسي انا مش قادر اطلع السلم. المشروبات جميلة اللي هي من غير سكر. تابعوني دايما على القناة واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس، واي موضوع جديد يعني اسألوني عليه وانا هكلمكم فيه بالتفصيل. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس. هتاكل وهتخس، الموضوع سهل جدا. انت لما
بتعمل كيتو، البيتا هيدروكسي بيوتيريت بتزيد في جسمك، فده بيقلل الالتهابات، فده بيزود المناعة، فبيخلي جسمك في حالة قوية قوي. بتبقى ما عندكش اي شراهة للاكل، بيبقى عندك الاوتوفاجي شغالة ممتازة. ايه الاوتوفاجي؟ اللي هي عملية ان يعني الجسم يصلح نفسه بنفسه. يعني عملية بيحصل فيها ايه جوه الجسم لما انا اصوم اقل حاجة 12 ساعة، الجسم يبدأ يروح على الخلايا السرطانية ياكلها، الالتهابات يقللها، المناعة يزودها، الكبد يصلحه، المخ يصلحه، يظبط السكر. كل حاجة اتجددت فيك في خلال الصيام ال 12 من اول 12 16 18. تمام، على قد مقدرة كل واحد. انا بنصح الستات من اول 12، الرجالة من اول 16. تمام. في بحث عن سارة ميتشل عملته على الفئران بيتكلم عن الموضوع ده قوي. جابت فئران، تمام، واكلتها ساعة واحدة بس في اليوم، تمام، وجابت مجموعة تانية من الفئران وقعدت تأكلها طول اليوم. فلاحظوا ايه؟ ان الفئران اللي كانت ساعة واحدة بس في اليوم وبقية اليوم صيام، اعمارها زادت، صحتها اتحسنت. يا جماعة الكلام ده كلام يعني مطبق ومعروف من زمان، بس احنا بيغيب عننا الوعي. فانا جاي عشان اعرفكم وافكركم واذكركم، الرياضة مهمة جدا، المشي، السباحة، نط حبل، لازم احرك نفسي اثناء اليوم، مش عشان بس الرجيم ومش عشان بس اخس، عشان صحتي. كان معاكم دكتور شيرين ابراهيم نصر. تابعوني دايما في الكومنتات، اي سؤال